السلام عليكم. هاد الايام المغرب كيمر بواحد المرحله ماشي عاديه، الشارع كيغلي، الاصوات طالعه، الناس كيعبروا على الغضب، على الخوف، على التعب ديالهم. كاين اللي فقد الثقه وكاين اللي ما بقى فاهم والو. كل واحد عنده سبب وكل واحد عنده وجع في القلب. وسط هاد المشهد المقلق جا المنتخب المغربي وجاب واحد الفوز خلى المغاربه كاملين وقفوا واحد اللحظه يصفقوا ويضحكوا. في هاد اللحظه نساو الناس المشاكل، الاسعار والاخبار، وتجمعوا على كلمه واحده: المغرب. هاد الفوز ما جاش في ظروف عاديه، جا وسط واحد التوتر، وسط مظاهرات، وسط واحد الجدال. ولكن رغم هادشي كامل الفرحه خرجت من القلب. كاين اللي كيقول الكره ما كتوكلش الخبز، وكاين اللي كيجاوب ماشي ضروري ولكن كتشعل الامل. المنتخب المغربي قدر يجمع الناس اللي تفرقوا في الراي والسياسه، قدر يوحدهم في الشعور، شعور الفخر والانتماء. الكره ماشي حل ولكن مرايه كتعكس شنو كاين لداخل، مرايه كتورينا اننا مازال نقدروا نفرحوا ومازال نقدروا نحلموا حتى في وسط الحزن والغضب. الملاعب عامره بالشباب اللي ممكن هو نفس الشباب اللي كيغوت في الزنقه، كيطالب بالكرامه، كيحلم بمستقبل احسن. الفرق الوحيد هو انه في الميدان كيعطي كل ما عنده باش يربح، وفي الشارع كيعطي الصوت ديالو باش يعيش. بجوج بهم عندهم نفس الهدف، وبجوج بهم باغيين يشوفوا المغرب في مكان احسن. المنتخب دار داكشي اللي عليه، قاتل بشرف، لعب بروح عاليه، ورجع الثقه للمغاربه اللي كانوا محتاجين لها. ولكن الرساله الحقيقيه ماشي غير هاد الفوز في المقابله، الرساله هي ان الاتحاد ممكن والامل ما ماتش. كل مغربي كما كان فرح بالفوز، حتى اللي ما كيعجبوش يشوف كره حس بشي حاجه لداخل ديالو، بحال القلب عاود تنفس من جديد. وهذا الشيء اللي خاصنا نحتفظوا به. الفرحه خاصها تكون بدايه ماشي نهايه. هذه فرصه باش نراجعوا نفسنا، باش نسولوا راسنا علاش فرحنا بزاف، وشنو خاصنا باش نفرحوا كل يوم. ماشي غير المنتخب فاش كيربح. يمكن الجواب بسيط: نحتاجوا نشوفوا العداله، نحتاجوا نحسوا بالامان، نحتاجوا نخدموا ونعيشوا بكرامه. بحال المنتخب خدم على راسو باش ينجح، حتى البلاد محتاجه تخدم على راسها باش تمشي بعيد. المنتخب عطانا مثال حي، الانضباط والاحترام والتضامن كيجيبوا نتيجه. وهاد الدروس ما خاصهاش تبقى في الميدان، خاصها تدخل في حياتنا. راه الكره علمتنا بزاف، ولكن الواقع محتاج اكثر من هدف في الشبكه، محتاج نيه صافيه. التغيير كيبدا من كل واحد فينا. البلاد ماشي بالمسؤولين فقط ولا بالشعب فقط، البلاد هي احنا كاملين. المنتخب ما ربحش بوحده، ربحوا مع ملايين ديال المغاربه اللي دعموه واللي امنوا به حتى في اللحظات الصعيبه. ونفس الشيء ممكن يوقع في المجتمع اذا كل واحد فينا عطى من قلبه وامن بالتغيير الحقيقي. يمكن هذا الفوز يكون غير لحظه صغيره في التاريخ، ولكن رسالته كبيره بزاف. كتقول لنا حتى وسط العاصفه كاين امل، وحتى في الاوقات الصعبه المغربي كيبقى مرفوع الراس، ماشي لانه ما كيتالمش ولكن لانه ما كيعرفش يستسلم. اليوم فرحنا بالكره، وغدا ان شاء الله نفرحوا ببلاد قويه عادله ومتحده. بلاد ما كيبقاش فيها المغربي يحس انه بوحده ولا ان صوته ما مسموعش، بلاد كلنا نحسوا فيها براحتنا. المنتخب المغربي دار الدور ديالو والكره ادت الرساله ديالها. دابا الدور علينا حنايا باش نكملوا الطريق ونخليو هذا الفوز بدايه لقصه جديده، قصه مغربي كيحلم ولكن هذه المره بالحقيقه ماشي بالنتائج الرياضيه.